بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في استاد برج العرب بالاسكندريه، وفي اطار مسابقه دوري ابطال افريقيا النسخه الاستثنائيه لعام 2019، وفي مجموعه صعبه، مجموعه الرابعه وضمن الجوله السادسه هنا في ملعب اللقاء. الاهلي المصري، الاهلي صاحب الرقم القياسي. هنا دقيقه صمت على ضحايا حادث نيوزيلندا بالامس في نيوزيلاند اللي راح على اثره 51 في مسجدين في نيوزيلاند. لكن ان شاء الله الاهلي يحسمها في مباراه اليوم ويحسم الصداره. اولمونج انفراد ولكن خطره جدا، واول كوره واول التحام وتدخل هنا من جانب اللاعب التنزاني اللي لعب في اللقطه الماضيه على اللاعب والحارس محمد الشناوي على مهلك جاي. تلقى من علي معلول، علي يبحث عن العرضيه، يعملها حلوه وتعدي الكوره، ولا واحده من الكرات الخطيره والانفراد بتاع اللاعب اولمونج امامنا، ولكن خروج وتحويل الضغوط اللي على اللاعبين ان شاء الله الى حافز. وادي هنا تدخل هنا من جانب اللاعب باركا، والكره العرضيه الخطيره رمضان في محاوله وراسيه. محمد هاني فورمه عاليه قوي، محمد هاني تمريره جميله قوي الكريم نيدفيد، ولكن الرقابه والضغط حلوه قوي. الانفراد والجنح بالكره ويعملها حلوه، لكن عاليه 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 الكره. اجاييه في اللقطه الماضيه وكره على راس مروان، لكن تيجي عاليه في بدايه وانطلاق محسن، انطلاقه حلوه اجاييه ويعملها لعلي معلول، ولكن دايما الادوار الدفاعيه غريب بعد الركنيه للمنتخب الاولمبي. ادي الكرات العاليه والركنيات. النادي الاهلي ركنيه اولى امامنا، هنا الرايه مش موجوده، غير متداخل وعدى اجاييه. ذكاء في النادي الاهلي وسط الملعب مهم. كريم نيدفيد عمل كره حلوه قوي، وادي واحده طويله طبعا النادي الاهلي بيعرف يتجاوزها. ادي امامنا الاستلام، خطيره الكرات السب من قبل المدافع نصر الدين خوالد. كره من محمد هاني اجاييه، ولكن فين الى خارج الملعب. رأسية بعد مرور في مرمى المصري، وسجل في مرمى بيراميدز، وسجل كان آخر أهداف في وسط ملعب النادي الأهلي. بيلعبوا في المكان اللي فيه طبعا علي معلول الجبهة الشمال للنادي الأهلي حتى الآن، لكن في خطورة. عرضية معلول وعرضية محمد ركنية والكرات الثابتة. علي معلول بيلعب الكرة الركنية لكن يطلع على طول. حارس جميل قوي من أجاييه، لمسة الواحدة يا ولد، لكن مروان في اللقطة الماضية والرقاب تعادل سلبي. ادي رمضان اللي جه في الجنب الشمال، رمضان يعدي رمضان العام الماضي والعام قبل الماضي على طول. الكرات العاليه وادي الاستلام وعمرو السوليه على طول ملعوبه علي معلول في الكرات العاليه. الصراع تصل الى مروان، دي سبع حلوه الكره وتسديده من ناصر ماهر، لكن الى خارج الملعب. كوره وفرصه جديده من ناصر ماهر، لكن حلوه الكوره. بص مروان عاملها وسابها هو عايز يوقفها، لكن لقى جاي ناصر ماهر في اللقطه الماضيه التنزاني على اللاعب علي معلول. امسك كورتك، سيطر على الكوره. ادي الان لم يختبر محمد الشناوي ولم يختبر عبد السلام نتاش حارس المرمى. ادي محمد هاني في اللقطه الماضيه، استلام جميل من مروان، الضغط القوي، الرقابه القويه النهارده من نصر الدين خوالد، عملها حلوه قوي. ادي انطلاقه هنا والسنده والعرضيه علي عملها علي ومروان سجل، ومروان يسجل للنادي الاهلي هنا في هذه اللقطه، في هذه اللمسه. وامامنا الهدف الجميل، هدف جميل في اللقطه الماضيه. ثالث اهداف مروان على فكره، سجل في مونانا في النسخه الماضيه، سجل في جيما ابا جيفار، لكن علي معلول انطلق علي كل اساسي وما بيهموش مين يقعد مين يجلس، يتجاوز على الاصابات، يتجاوز على الامور يعني الصعبه. ويجد المصري وحضور المصري الكبير في طبعا القاره السمراء. كره على طول تبعت زيدي حمار، حد ازاي بمهاره، خلي بالك زيدي حمار. وهنا السقوط، طبعا سقوط مفيش في كل مكان في الملعب. برج العرب ملعب يعني حقيقه اجهد كبير هذا الملعب. لمسه امامنا، انطلاقه خطيره من اللاعب باركا امامنا، وتسديده خطره جدا كوره الى اللاعب حمار. اخطر كوره الحمار في الدقيقه 37، لان الاهلي مفروض ما يبقاش في حاجه زي دي. ادي الانطلاق، نيدفيد هجمه اهلاويه سريعه، يعمل مشوار ويروح عايز ياخد فاول، لكن على طول معاه يحيى شريف. خطره جدا الكره الماضيه اللي امامنا هنا، ولسه الخطوره قائمه، والكره تطلع الى ركله مرمى على يحيى شريف. ادي يحيى شريف، انطلاقه من جانب كريم نيدفيد، والكره عايز يزق ويروح، لكن كره تطلع الى اشرف. ترجع مرة تانية الكرة العرضية من جانب حمار، أخطر كرة قسطنطينة وأيضا مازيمبي اللي فاز النهاردة وبقى أول مجموعة إن شاء الله الآن. ويرجع ياخده لبره وعدى من خويلد والعرضية، وادي مروان. يا ولد مروان في أحلى فتراته، مروان محسن يضع
اللي عامل يعني شارع في الجانب اليمين في اللقطه الماضيه، يتلاعب بدفاع فريق شبيبه الثوره. تقدم بهدف من صناعه علي معلول عن طريق عبيطه، لان الكل منهما 8 نقاط. ادي انطلاقه اهلاويه، وهنا التمريره ما جريش عليها مولوديه اللي تدائر ايضا في عام 2011. استلام هنا من جانب اجاي، حث عن التعادل اللي يعني طبعا ان شاء الله لا يتحقق. افريقيا لم يسجل منذ لقاء ريكرياتيفو 2017. وادي عرضيه اجاي 8 فيتا 8 وسيمبا 7 والتاهل للاهلي الاول. وبعد كده شبيبه الثوره بالك يحيى شريف بكاكشي يلعب كره عاليه في منتهى الخطوره، حمار ولكن الى خارج الملعب. هجمه خطره جدا وتحذير شديد اللهجه هنا في اللقطه الماضيه، وفرصه حمار الى تديها لعلي. علي يعمل كره عرضيه لكن المره دي ملونه، تعدي الكره من اللاعب باك. ادي امامنا فرح ابراهيم، زيري حمار لاعب قوي، زيري حمار يلعب كره عرضيه لكن اللعيبه هديت في الملعب وبدات تدافع، لكن الجمهور لم يتوقف عن المسانده والتشجيع. الرؤيه والاحساس من جانب مروان. علي معلول المره دي يظبط العرضيه وراسيه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مروان، عامل اداء مميز جدا. مروان محسن عاد متالقا، لكن بص كل كوره، بص شوف ندفد الى محمد هاني هذه اللمسه، وشوف كريم يا ولد يا كريم يا ولد يا كريم. لكن قوة المنافسة كبيرة في دوري الأبطال. على طول كرة أمامية وكرة سريعة. أهل أمور كثيرة الحقيقة بمشوار الكابتن الخطيب. أمامنا هنا محاولة لكن إلى محمد هاني، التزام من علي معلول، سيطرة من شبيبة الثورة، لكن اللعب كله يعني ادي رمضان صبحي. رمضان يلعب بينية حلوة التمريرة لكن يغطي نراء افريقية، لكن هدف وحيد في مرمى ريكرياتيفو. وهنا اجاييه في انطلاقة لكن الكرة طول منه اجاييه، تطلع الكرة لخارج الملعب. تطلع الكوره هنا على طول ملعوبه. استلام المره دي وادي ناصر ماهر. يا ولد يا ناصر ماهر عايزه تبقى اقوى، هي ملعوبه حلوه يا ولد. محمد هاني عامل كره حلوه قوي. وادي عبد السلام دي الاهلي اللي بيلعب على المرتدات وعلى الكرات الخطيره من في الدوري المصري. بيراميدز بعديهم ياتي ايضا. وادي كره مسدده لكن بعيده. امامنا هو ياسر ابراهيم، لعب مع الاهلي 4 لقاءات في الدوري ولعب لقاءين. اصابه كان امام دجله الحقيقه، ولكن امامنا هو في كان اللاعب باكاكشي يلعب الكرات الاماميه. يا ولد سعد الدين سمير يسجل في الدقيقه 30 هدف اول صناعه علي معلول، ومروان في الدقيقه الثانيه. وادي امامنا رمضان امامنا يا ولد مش متسلل، عدى ولكن شوف القرار ايه في اللقطه الماضيه. ادي امامنا الاعاده، الكره تطلع ولا حكم اللقاء مدي ايه، لكن الاصابات ابعدته. وادي واحده حلوه قوي يا على الكره، كره من ناصر ماهر يعني تسلل على الشعره، تسلل في اللقطه. المستقبل يعني في علم الله، ولكن الاهلي دائما وابدا موجود. يا ولد حط جسمه حلو قوي، اللعب الجماعي جميل. حسين الشحات هي الثالث. اجتهد واسعى وكرة القدم تعطيك، لكن رمضان الحكاية من عند رمضان، بدايتها